حبايبي أكيد كلنا عارفين المسلسل الخالد الجميل ذئاب الجبل اللي بيعد من كلاسيكيات الدراما المصرية واللي حقق نجاح كبير منذ سنوات. ولا يزال محتفظ بمكانته في قلوبنا جميعا. والمسلسل ده من بطولة الراحل عبد الله غيث والفنان المحترم أحمد عبد العزيز وسماح أنور ووفاء مكي ومجموعة أخرى من الفنانين. أما عن البدر الصغير اللي كان طالع ابن سماح أنور في المسلسل، اللي كانت يدوب المشاهد بتاعته بسيطة، يدوب جالس على قدم والدته والأب بيدعبه. كان كشف أحد صناع العمل الدرامي عن وفاة الطفل أحمد عاطف زكريا، واللي قالوا انه توفى اثناء تصوير مسلسل ذئاب الجبل، لكن اخوه وضح انه توفى بعد تصوير المسلسل بفترة، ووقتها كان عمره 7 سنوات، وكان قد انهى تصوير مسلسل ليالي الحلمية. وكمل كلامه وليد عاطف زكريا شقيق الطفل الراحل أحمد عاطف زكريا، واتكلم عن تفاصيل وفاة البدري، إن ميكروباص صدمه في الشارع الجديد بشبرا الخيمة في أثناء ذهابه لتصوير إعلان. أما عن شقيقة الراحل أحمد عاطف زكريا فهي الفنانة إيمان عاطف، اللي شاركت في العديد من الأعمال الفنية زي مسلسل مبروك جالك ولد، يتربى في عزه، قلب ميت، سكة الهلالي وغيرها من الأعمال الفنية، لكنها ابتعدت عن الفن مؤخرا. وجدير بالذكر ان مسلسل ذئاب الجبل انتج عام 1993، وكان بيتكلم عن عيلة الهوارة اللي بتلتزم بالعادات والتقاليد المتعصبة، واللي قدر فيها الشيخ بدار ان يكسر العادات والتقاليد دي، وزوج بنته لراجل غريب عن العيلة، وده دفع اخوها لمحاولة قتلها. وربنا يرحم البدري الصغير. وشكرا حبايبي حسن المتابعة. أما اللايك بفكركم بيه. شكرا حبايبي، مع السلامة.